الولايات المتحدة الأمريكية كان لها رأي آخر. يا الجزائري، إلا بغيتي تجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اسمع مزيان، وبغيتي تتابع المباريات ديال كأس العالم 2026، غير خصك تجيب 15,000 دولار أمريكي. 15,000 دولار أمريكي تقريبا عندنا هنا بالمغربية نقولوا 15 مليون ديال السنتيم. أبو الأصبع الأزرق ينهق كالحمار الأجرب الأعرج أمام لوطيل ديال ماريوت، هو ما قادرش يخلص 150-200 درهم. فكيف لهذا المعتوه أن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون الحديث على البي دافيون وكذا إلى غير ذلك، ويخلص 15 مليون ديال السنتيم؟ أبدا. يعني اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاقب ملاعين الأصل والهوية والتاريخ بناء على ما توصل به من معلومات صادرة على الاف بي اي. عاقب الجماهير الجديدة الجزائرية: لا نريد أن نراكم أو لا أن نسمع نباحكم ونهيقكم في الولايات المتحدة الأمريكية. ابقوا في الزريبة وتابعوا من هناك، ويحق لكم في بلدكم وفي كوريكم أن تفعلوا ما تشاء، فنحن لسنا مستعدين لأن نراكم.